سنة 2022 اتنين مقاتلين واقفين قدام بعض، جوردون رايان ونيك رودريجيز هيلعبوا بعض في UFC فايت باس للجرابلينج. الاتنين تلاميذ مدرب واحد، وبدل ما هم يخافوا على بعض وهم بيلعبوا، نيك رودريجيز يكسر رجل جوردون رايان، وجوردون رايان ما يستسلمش، يكمل المباراة برجله المكسورة ويكسب. اللي يشوف الاتنين دول وقد ايه هم بيكرهوا بعض وبيعادوا بعض وما يعرفش الحقيقة يفتكرهم أعداء من قديم الأزل، لكن الواقع إن من زمن مش بعيد كانوا الاتنين دول صحاب وكانوا فريق واحد. تعال اخدك بالزمن ونرجع لسنة 2016 في مدينة نيويورك USA. راجل كبير في السن عنده رجل فيها إعاقة ومهووس بفنون القتال المختلطة. الراجل ده قاعد بيدرب فريق من الفرق بتاعة الجوجوتسو. ولد عنده 21 سنة وبيشتغل زبال، وشاب تاني بيشتغل كحارس في ملهى ليلي، وشاب تالت أسترالي كان بيشتغل في محل برجر. بيقودهم الحاج جون دانهر ده. بس على قد ما هو راجل كبير في السن ومش باين عليه أي معالم من القوة، إلا إن الراجل ده عبقري. ومش عبقري بالطريقه اللي احنا بنعبر بيها في الطبيعي، اللي هو واحد دماغه حلوه يعني ومفيش زيها اتنين. لا، ده هو بني ادم عبقري لدرجه الهوس. الراجل ده ما بيعملش اي حاجه في الدنيا غير ان هو بيدرب الفريق بتاعه او بيحلل مباريات فنون قتال. وبالنسبه للفريق اللي فيه الثلاث شباب اللي احنا اتكلمنا عنهم، فهو مدرب الجوجيتسو بتاعه. بس ما تستخفش بالراجل ده اطلاقا. الراجل ده كان مدرب من مدربين جورج سانت بيير، اسطوره MMA. فكان الشباب بيسافروا وبيجوا من بلاد زي استراليا عشان يتمرنوا معاه. وفي يوم كان قاعد بعد التمرين مع احد مقاتلي UFC المشهورين الوقت ده. المقاتل ده كان بيكسب ماتشاته بطريقه مميزه جدا. كان متخصص ان هو يخضع خصومه بهجمات على الرجلين. ولعلمك في الجوجيتسو الوقت ده البرازيليين كانوا بيكرهوا حاجه اسمها هجوم على الرجلين بالسبمشنز. كانوا بيشوفوا ان هو نوع من الجبن، ولو انت كسبت بسبمشن ليها علاقه بالرجلين فكانوا بيشوفوا ان ده عار. فكان وقتها مفيش حد بيستخدم التقنيات دي الا ناس قليله جدا، وهو كان من ابرزهم. بس الراجل الكبير بتاعنا جون دانهر كان مهتم. كان قاعد بيتكلم مع المقاتل ده وسأله سؤال بسيط جدا: ليه واشمعنى بتهاجم الرجلين بالخصوص؟ وكان رده منطقي وبسيط جدا: ليه اتفادى ان انا هاجم الرجلين وهي 50% من جسم البني ادم؟ كلمه بسيطه وقعت في ايد راجل مخه مفوت حرفيا. الكلمه نورت في مخه. ليه فعلا ما بنهاجمش الرجلين؟ I'm a big believer in the idea that someone can come into your life for a very short period of time and have a massive influence. I truly believe that. In my case, it was a great American grappler called Dean Lister. He was doing something which was unusual. And so I talked with him just briefly after class, and I said, you know, that's interesting what you're doing with these Achilles locks, because I don't really do that at all. It's not something I do. And he said one sentence which completely changed my outlook. He said, why would you ignore 50% of the human body? One sentence. Why would you ignore 50% of the human body? And I looked and I was like, I don't know. What Dean gave me was not technique, but he gave me a point of view. And if you give a man a point of view, you can change him. وبدل ما ياخد الفكرة اللي جات له دي ببساطة ويقوم مروح البيت ويكمل حياته عادي جدا، رجع وقعد يدرس ويتعمق في فكرة ليه الهجوم على الرجلين مش حاجة شائعة في الجوجيتسو. فابتدى ان هو يهتم بالقصة دي وشاف ان فيها قيمة يقدر يضيفها للعب واسلوب التلاميذ بتاعته. في خلال الكام سنة الجايين هيبتدي جون دانهر ان هو يقعد يدرس الرجلين ويطلع من هجمات الرجلين متحورات مختلفة واوضاع مختلفة ممكن تلف بيها بجسمك حوالين الرجلين عشان تثبتها، وطرق مختلفة ان انت تكسر مفاصل الركبة ومفاصل المشط الرجل. ويبدأ يعلمها للشباب بتوعه، وكل ما الشباب بتوعه يبتدوا يجربوها يشوف ايه الحاجات اللي بتنجح وايه الحاجات اللي بتفشل. قاعد بيتفرج على الشباب وبيدرس الحركات دي بتؤدي لايه، ويفضل يحسن في التكنيكات بتاعة الهجمات على الرجلين. وبعد كده يبتدي يطلق الشباب بتوعه عشان يلعبوا في البطولات المختلفة. في خلال وقت قليل قوي الثلاث شباب اللي احنا اتكلمنا عنهم، جوردون رايان، كريج جونز، ونيكي رود، يقدروا ان هم يوصلوا لنتائج مبهرة على ساحة الجوجيتسو، وبالتالي يبتدوا يتشهروا. فيبدأوا ان هم ينزلوا ضد اساطير الجوجيتسو البرازيلية الكبيرة، اسماء كبيرة زي سايبورج واندري جالفاو وماركوس بوشاشا، وبكل سهولة يقدروا ان هم يدمروا اي حد يقف في وشهم. وفي اللحظة دي البرازيل نزلت من على قمة الجبل بتاع الجوجيتسو وطلع مكانها فريق جون دانهر. البرازيليين ما شاء الله عمالقة وعضلات الى اخره. كريك جونز ونيكي رود وجوردون رايان. نيكي رود هو اللي ضخم فيهم، جوردون راين كان رفيع وقتها، وكريك جونز طول عمره رفيع. الناس دي جت وخدت امبراطورية كاملة ورمتها في الزبالة. جم هم وسيطروا على الساحة كلها، ده لدرجة ان هم سموا المدرسة البرازيلية مدرسة قديمة. وظهرت المدرسة بتاعت جون دانهر اللي هي المدرسة الجديدة، العصر الذهبي للجوجيتسو، عصر الليجلوكس. بس ثانية واحدة بقى خالص، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. صح؟ الناس دي عليت ووصلت للمجد والقمة، المفروض ان هم يقعوا. ايه اللي هيحصل؟ طبعا الكل طلع يتهافت ان هو يتعلم الليج لوكس
وبقت موضة، وبقت كل الناس عايزة انها تستخدم الليج لوكس دي بنفس الطريقة اللي استخدمها الثلاث شباب دول او الفريق ده كله، وخلاص يعني دي المفروض بقى الدنيا تثبت على كده ومحدش يوصل لحاجة. الفكرة بقى ان جون دانهر ده اتشهر، بقى معاه فلوس وبقى معاه كل اللي هو نفسه فيه، وفي الطبيعي لو انا وانت كنا في المكان بتاعه اتشهرنا فجأة وبقى معانا كل حاجة نفسنا فيها، خلاص هنقعد نستمتع بالدنيا شوية. بس ده مش جون دانهر. جون دانهر مختلف تماما، وعشان كده يعني احنا بنحب نقول عليه المعلم سبلنتر. هو عايش ما بيعملش حاجة في حياته غير ان هو بس بيدرس فنون قتال وبيتفلسف، بس ما بيعملش حاجة تانية. فانا في الحتة دي مش هتكلم عن حياته انا، اسمع جوردون راين وهو بيتكلم بيقول هو عايش ازاي. How does John maintain his motivation? I wish I could tell you. He's just been doing the same thing for 30 years. We're podcasting right now. John's like watching like a 1957 boxing match or like the semifinals from like the 1960 like judo Olympics. Like it's insane. He doesn't do anything else in life. Like he has an apartment now, and I'm like, hey, do you go like furniture shopping? You like get like plates and dishes? He's like, I have to do that. I'm like, we've been living here for a year, dude. But then I asked him, I'm like, do you have like cups and bowls and stuff? He's like, no. So I had to like go and buy them. He's like, Gordon, what do you think about Wi-Fi? I'm like, what do you mean what do I think about Wi-Fi? He goes, is it worth getting? I'm like, yeah. I'm like, you want to like hook up your TV and watch like, you know, Netflix something? He goes, I despise TV. I'm not going to watch it. I'm like, okay. I'm like, well, like, what if you want to have like your phone connected to the Wi-Fi so you can watch tape? He goes, I can just watch it with the 5G. It's free. I'm like, okay. And I'm like, well, what if you have a chick over on a date and she wants to watch something on Netflix? He goes, good point. How much does it cost? And I'm like, فهذا الراجل العبقري بدل ما هو يستمتع بالغنى وبالنتائج الحلوة بتاعت الرزق اللي جاله، يكمل دراسة وتعمق في الجوجيتسو، ويبتدي ان هو يفكر في الخطوة اللي بعدها قبل ما اي حد تاني يفكر، ويعمل حاجة اسمها السيستم. السيستم ده هو شيء معروف في مجالات كتير تانية. بنعمل نظام، والنظام ده بنمشي عليه عشان نوصل لأحسن نتائج في أيا كان إيه هو. زي مثلا الشركات بتعمل سيستمز عشان الناس تنضبط بالسيستمز دي وتوصل لأحسن نتائج ممكن توصل لها. فإزاي بقى جون دانهر عمل سيستمز في رياضة قتال عشوائية، ناس بتشيل بعض وبترمي بعض والكلام ده كله؟ السيستم اللي جون دانهر عمله هو نظام بيتتبع بدقة كل وضع من أوضاع الجوجيتسو. بيدرس مثلا السبمشنز أو الإخضاعات اللي ممكن تطلع من وضع معين، ويشوف أحسن طريقة بحيث إن لو خصمك هرب من السبمشن دي يتحط في سبمشن تانية، وده كان بيسميها دايلما. يعني هتطلع من اوبشن A تروح لأوبشن B، لو طلعت من الارم بار تخش في التراينجل، لو طلعت من التراينجل تخش في الارم بار. بل وكمان ابتدى ان هو يخترع سيستمز لحاجه اسمها ترايلما، يعني تطلع من التراينجل تتاخد ارم بار، تطلع من الارم بار تتاخد كيمورا. فانت عندك وضع واحد تقدر من خلاله ان انت تاخد 3 اخضاعات مختلفه، فيعلي بده نسبه نجاح التلامذه بتاعه جامد جدا. Understand that once we get this position, you have not only a beautiful stranglehold, you also have a very strong arm lock, which can be made even stronger. If he bends his arm defensively, it becomes an American lock. If he takes his hand out and locks his hands, you can turn it into a very, very strong Kimura lock. If he separates his hands to defend, then from here you can always bend it and place his elbow inside your elbow, and you have a brutal wrist lock. So you have so many finishes from here. And as he defends any one of those joint locks, if he's working to defend the whole time, you can strangle him. بعد كده ياخد الموضوع ده للخطوة اللي بعدها. الخصوم اللي في أعلى مستوى على العالم دول مش خصوم سهلة إن أنت تقدر تاخدهم إخضاع، فيبتدي إن هو يعمل سيستم حتى لو أنت مش عارف تسيطر عليه تاخد نقط أو تاخد إخضاعات. عمل نظام ينهج الشخص اللي قدامك، بمعنى أصح إيه الأوضاع اللي أنت من خلالها تقدر تحمل وزنك على الشخص اللي تحتيك باستمرار من غير ما تخسر طاقة وهو يخسر طاقة، بحيث إن خصمك من قبل ما يسلم أو من قبل ما يخسر أنت ممكن حرفيا تنهكه وبيبقى قاطع نفس وتكسبه. ممكن ابسط مثل، اتفرج على الماتشين دول، جوردون راين ضد اندري جالفاو وجوردون راين ضد يوري ساموا. الاتنين دول عمالقه كتل من العضلات، وجوردون راين قاعد بينهكهم بس في الماتش. هتبص على الماتش كده هتلاقي الماتش ممل جدا، واحد نايم على التاني. لكن المفاجأة ان جوردون راين كان بيكسبهم كلهم عشان جون دانهر المعلم سبلنتر بتاعنا قعد عمل له خطة ازاي ينهك الاشخاص متفجرين القوة دول اللي محدش عارف يعمل معاهم حاجة على وقت طويل، بحيث ان هو ينهي طاقتهم كلها.
انا مش جاي عشان احكي لك حدوته وخلاص. حاجات كتير جدا حصلت من الوقت ده غيرت عالم الجوجيتسو بتاعنا. الفريق ده حصل ما بينهم خلافات واتقسموا الفرق وبقوا يكرهوا بعض، وفي الاخر بقوا يحاربوا بعض طول الوقت على الساحه. بس انا فعلا ما عملتش الفيديو عشان احكي لك الحدوته، لكن الحدوته هي اكتر حاجه ممكن توصل قيمه معينه. انا عايزك تبص للجوجيتسو بمنظور مختلف تماما. ما تبصلوش ان هو مجموعه حركات وخلاص منفصله عن بعض. ما تعملش الحركات بلا هدف، لازم تفهم كل حاجه هدفها ايه. ولما تتمرن دور على الاماكن اللي بتعلمك السيستم، لان انت لو بتتعلم حركات منفصله عن بعض ملهاش اي علاقه ببعض وخلاص، فانت بتتعلم اساليب المدرسه القديمه اللي هي اصلا خسرت. اتفرج اكتر على جون دانهر، كريك جونز، جوردون راين، نيكي رود. ما تتفرجش عشان المتعه، اتفرج عشان تفهم الناس دي بتخطط ازاي وهي بتلعب. ولمعلوماتك كل واحد بيلعب بطريقه مختلفه تماما عن التاني. جون دانهر مش بيعلمهم سيستمز بيحفظها لهم بس، لا ده كان بيعلمهم مبادئ يقدروا ان هم من خلالها ان هم يكونوا هم في القتال. كل واحد بيستخدم سيستم خاص بيه. فاتفرج على الجوجوتسو بس اتفرج عليها من عين مختلفة. بس يا سيدي، شكرا جزيلا ان انت قاعد وموجود لغاية دلوقتي. اغلبية الناس بتتخنق بسرعة وبتزهق بسرعة وبتقلب، فانا شاكر ليك جدا. حاليا ولو انت شايف الشاشة بتاعتي ففي التاب ده لو انا دوست عليه هتلاقيني مصور كورس. الكورس ده قاعد شغال عليه، بيتكلم عن ازاي الشباب بتاعت الام ام اي تستخدم الجوجيتسو عشان تتحكم كلية في الارض. ازاي يقدروا ان هم ياخدوا اخضاعات من هنا، ازاي ان هم يقدروا يمنعوا الخصم ان هو يهرب، وازاي ان هم يقدروا يضربوا من الاوضاع المختلفة بتاعة الجوجيتسو بثبات. انا ما قلتش الكلام ده على انستجرام لسه وما وضحتش الحتة دي. الكورس ده انا هحجزه ل20 شخص بس، مش هحجزه لاكتر من كده، عشان انا محتاج ان انا اتابع مع الشباب دول خطوة بخطوة. فلو الموضوع همك احجز بسرعة، هتلاقي اللينك بتاع الحجز في الديسكريبشن، هيبقى خلال مسج على الواتساب. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. طلب صغير، اتفرج على ماتش اندري جالفاو وجوردون راين وتعالى وقول لي رأيك. شكرا جزيلا، اشوفك قريب.